سلام. هدفي من مشروعاتي خلق واحد الجو ايجابي والمساهمه ولو بالقليل في ترويج منتوجنا الوطني مع منتهى المسؤوليه والحياديه بعيدا عن الانتماءات والفتن. كل شكر لمن يدعمني وكذلك شكرا لمن ينتقدني انتقادا بناء. تعادل المغرب التطواني أمام ضيفه المغرب الفاسي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما يوم السبت لحساب الجولة 16 من البطولة الاحترافية إنوي. وكان هدف الفريق التطواني من تسجيل اللاعب محمد كمال عن طريق ركلة جزاء في حدود الوقت البدل الضائع من الشوط الأول، بينما وقع اللاعب سفيان الغزير هدف التعادل للنادي الفاسي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء كذلك، والتي خلفت جدلا واسعا بين عشاق الماط. وتعد هذه المرة السادسة التي يتعادل فيها المغرب التطواني في البطولة الاحترافية، بينما يعتبر هذا هو التعادل الخامس بالنسبة لعشاق المغرب الفاسي. وبهذه النتيجة رفع المغرب التطواني رصيده إلى 17 نقطة، بينما يتمركز في المركز الثاني عشر، بينما يتواجد المغرب الفاسي في المرتبة الثامنة برصيد 22 نقطة. بالتوفيق للفريقين في قادم المواعيد. الا وصلتي لهنا كنقول لك شكرا بزاف على المشاهده. كنتمنى قناتي تفعل يوما ما، لانه عندي هدف اسمى الا وهو نعاون بها الناس اللي محتاجين. شكرا على المشاهده.